فوت قبل بالثقيل. ايوه. ولازم صدرك يكون رحب شويه، لانه اكو بعض الشغلات، يعني مثلا اكو ناس هوايه يعلقون يقولون نادين انت تحكين بالعلاقات ومستشاره اسريه نعم. وتنصحين الناس والنساء يعني خصوصا بعلاقاتهم، وانت اصلا فشلتي بحياتك الزوجيه ويعني انفصلتي. نعم. وايضا حاليا انت سنجل. نعم. اعتقد يعني فشنو ردك؟ يعني شلون يعني باب النجار مخلع؟ نعم. تحياتي لكل الناس اللي تكتب دائما، انا اقرا هذا التعليق انه سوري على المفرده، لو بيش خير وخير ما طلقتي والى اخره. فدائما يقول لك اكثر شخص ينطيك النصيحه الصح، اكثر شخص يحس بيك هوايه هو الشخص اللي مجرب قبلك وما نجح بهاي التجربه. اخذ الكلام والحكمه من عنده. ليش؟ لانه اللي يفشل بشيء معين، مو شرط الزواج، اي شيء بالحياه يفشل بيه ويجي في وقت معين من الحياه بعد ما ياخذ خبره كلش كبيره يخليها امامك بطبق من ذهب، انت اخذها من عنده، لان اكثر شخص راح يكون مصداقيه وياك واكثر شخص راح يعطيك الكلام الصح. فمو عيب ولا غلط انه الانسان يفشل في تجربه معينه بحياته سواء زواج او شيء، لكن العيب انه احنا دائما ننعت المطلقه بكلام ما يليق بها ولا يليق بمجتمعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. أنا وياك بهذا الموضوع. نعم. طيب هل انت مرأة ضد الرجال؟ يعني هيك الناس يحسون خصوصا الرجال يعني. لا، احنا هنا اذا نجيب الرجال، كلمه الرجال، فاحنا هنا يعني نرفع القبعه وما حد يقدر يتكلم وكل الألسن تقطع. الرجل رجل. انا اتكلم عن الذكور فقط. فمن يرى في نفسه ذكر ينتقدني، ومن يرى في نفسه رجل يرحب بي. ايش قد نسبة الرجال اليوم بالمجتمع؟ للأسف يعني مو نسبة هواية، يعني للأسف، لأنه إحنا عندنا مثل يقول الأخضر راح بسد يابس. فللأسف الشديد بس بعد أكو ناس خيرة وزلم طيبة وعوائل محترمة ورجال يرفع بها الرأس. من وجهة نظرك شنو أسوأ وأفضل صفة بالرجل العراقي من كثر المشاكل اللي تجيش مثلا؟ نعم. يعني أنا أفضل 5 بنظري أنا كنادين، يعني ما يعني هذا رأيي لا يعمم، هاي رأيي الشخصي. أنت وجهت السؤال. أسوأ 5 صفات في الرجل، أول صفة هي النرجسية، الكذب، البخل، الشك، والرجل الغير أمين على زوجته أو على عائلته. وأفضل الصفات بالرجل هو الرجل الحنون، المثقف الواعي اللي يفتهم زوجته، اللي يسند المرأة، السند اللي يكون السند، يعني احنا دائما ندور في حياتنا على السند. الرجل الكريم والرجل الرؤوف، يعني الرحيم بعائلته واللي يكون عنده غيرة كلش هواي على عائلته. اكو شخصيات مشهورة تيجي تطلب من عندك استشارات بحياتهم الشخصية او الزوجية يعني بشكل شخصي؟ اي نعم، اكو كثير بس بدون تطرق، يعني شغلات هاي حساب الاستشارات الأسرية هذا خاص جدا. فكثير ناس تجيني، بس السر